هذا العمر الذي بأيدينا، وأنا أخاطب نفسي قبل ما أخاطبكم، هذا العمر الذي هو فرصة بأيدينا، هذا هو إلى تصرف ثم سينتهي. وإذا انتهى ستكون كل فرصة لم نستثمرها في طاعة الله، في التقرب إليه، فيما هو أولى من طاعته، ستكون حسرة، لأن ضيعنا بها نعيما أبديا، مرتبة من النعيم، حتى لو كان إنسان من أهل الجنة وكان مغفورا له بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. خلينا نفترض أفضل الخيارات، لكن هو راح تضيع من عنده فرصة عظمى لنعيم باق، أمر زائل يمكن أن يؤسس لنعيم باقي. وقعني يتأسف الإنسان، يندم على